حاسة انك طول النهار واقفة في المطبخ، مش عارفة تبدأي منين ولا فين. حاسة ان كل شغل البيت متراكم عليكي، مش عارفة تاخدي وقت راحة لنفسك. الفيديو ده عشانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عسلات قشطات أمارات، لو أول مرة تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. الروتين بتاعنا بعد الفطار. بعد ما خلصنا الفطار قمت حطيت كده كل البطاطين اللي عندي في قلب الشمس، وبدأت اني اولع على الطبيخ. ومطبخي كان بايت زي ما انتوا شايفين كده. كنت عامله روتين من بالليل وبرضه مصوره معاكم وهنزله لكم على القناه. وكان المطبخ بتاعي ما فيش فيه مواعين، بس كانت الارضيه الحقيقه انا في الروتين ما كنستش الارضيه او مسحتها او لمعتها او عملت فيها اي حاجه خالص. فكنت سايباها زي ما هي كده، لان كانوا سهرانين اصلا في الصاله وما عملتش حاجه. فالدنيا بقى كنت حاسه ان هي كلها مش مظبوطه كده. انا بعمل روتين زي ما قلت لكم قبل كده، اول ما احس ان الحاجه كده بعيني عايزه تتعمل خلاص بقرر اني اعملها. قلت خلاص انا مش هكنس المطبخ، والصبح هقوم كده انكت نكته حلوه كده للمطبخ والمكان اللي احنا قاعدين فيه، لان الحقيقه كده كنت حاسه ان خلاص يعني مدة الصلاحيه بتاعته بدات ان هي تنتهي، فاهم مني وكده. فكنت حاسه ان خلاص العيال بدأوا خلاص بهدلوه، ما عادش ينفع كده بقى يستاب. فقلت هقوم الصبح كده وموضب كده الريسبشن كده اللي احنا بنقعد فيه او الصاله اللي احنا بنقعد فيها، وهظبط كده الدنيا واظبط لكم الدنيا كده. قمت كده بقى، اول حاجه عملتها ان انا ولعت على الاكل بتاعي كده. ويا ريت اليوم اللي هتنضفي فيه وتشيلي وتعملي يكون اكل خفيف. الحقيقه انا عملت يومها بطاطس وعملت كشري عادي. فاليوم كان اكل خفيف كده في ثانيه وهنحمر بطاطس ونسلق بيض، وهيكون غدا سهل وبسيط معايا. وقمت كده الاول كده نفضت الانتريه بتاعي كده وظبطته، وهشيل كل السجاد اللي في الشقه السجاد اللي في الشقه، وهظبط كده الدنيا وهمسح كل حاجه. يلا قومي كده شوفي انت وراكي وبصي كده ولفي كده لفه في الاوض علشان تشوفي انت هتعملي النهارده. انا الحقيقه اول ما بقوم من النوم بعمل الحكايه دي، بلف لفه كده وادي النظره لكل حاجه. حاجه ممكن تتاجل تمام، حاجه ما تتاجلش خلاص. بما ان معايا طفل صغير لازم ارتب يومي، ولازم الحوض يبات من غير اي مواعين خالص. لازم، لان انا ما اقدرش الصبح مثلا هفكر في مواعين، ولا هفكر في طفل صغير ممكن يعيط في اي وقت او اي حاجه. فالكل عارف بقى ان انا معايا نونة صغيره، ربنا يديكوا يا رب ويرزق كل مشتاق، اللهم امين يا رب العالمين. فقمت بقى كده بالليل مشطبه على المواعين، والدنيا بايته معايا نظيفه كده وزي الفل. وقمت كده الصبح بقى عارفه ان انا هشيل السجاد بقى وهسيق تسيقه حلوه كده، لان حسيت ان البيت محتاج التنفيضه الجميله ديت والعال دي. وان كده اشيل السجاد كده وامسح كده والمع البلاط كده، ونشم ريحة النظافة اللي كلنا بنحبها كده. انا كنت بتكلم في اول الفيديو اللي احنا ازاي نرتب يومنا، وطبعا كلمتكم قبل كده في فيديوهاتي السابقة ان المفروض ان احنا نهتم بنفسنا ونقعد كمان شوية مع نفسنا. فطبعا الاهتمام بالنفس ده عايز وقت، وطبعا البيت برضو عايز وقت. فلازم نكون ستات شاطرة نعرف نرتب نفسنا ونعرف ننظم نفسنا عشان نوصل لكده. ان احنا ندي برضو البيت وقته وحقه، وندي الاولاد وقتهم وحقهم، وندي لزوجنا وقته وحقه، وندي برضو لنفسنا وقتنا وحقنا. فازاي نعمل المعادلة الجميلة دي؟ هقول لكم. هو شغل الشتاء على العموم يعني ما بيبقاش على فكرة يوم الشتاء قصدي ما بيبقاش طويل قوي. فاحنا لازم نرتب كده وقتنا كده، علشان اليوم الشتاء يعني خلاص المغرب بيدن على الساعة 5 او حاجة زي كده، اقل من 5 كمان. فاليوم بتخطف كده مننا بيجري كده. يا دوبك كده بنتغدى كده العصر خلاص، وتلاقي المغرب جدا بعدها على طول، ما بتلحقيش تعملي اي حاجة. يعني ننظم وقتنا وندي لكل حاجة وقتها، زي ما قلت لكم من شوية. يعني مثلا وقت للطبيخ، ووقت للأولاد ومذاكرة الأولاد. وطبعا حددي وقت اللي جوزك بيرجع فيه الشغل، يا ريت تكوني فاضية من كل ده. يا ريت بقى ما تخليش مثلا وقت مذاكرة الأولاد هو وقت رجوع باباهم، بتبقى الموضوع صعب قوي، وانتي أصلا بتبقى منهارة أصلا من المذاكرة مع الأولاد. فما ينفعش ده يكون مع ده، لازم تكوني منظمة وقتك ومرتبة وقتك. هقولك مثلا احنا مثلا بنقوم مثلا ندخل مثلا المطبخ مثلا على الظهر، نحضر الغدا مش عارفه مثلا من الظهر للعصر احنا بنحضر الغدا ونجهز نفسنا. بتهيالي انا بالنسبه لي لو المطبخ بتاعي نضيف انا ما اخدش اكتر من ساعه في المطبخ، اكون محضره الاكل ومظبطه كل حاجه. حتى لو هطبخ حاجه لو هطبخ دكر بط، ما انت كربطة ده مش حاجه صعبه قوي. فالمهم انت مثلا وهقول لك من الظهر للعصر انت في المطبخ بتظبطي دنيتك فيه، بتعملي الغدا وبتحضريه وبتظبطيه.
خلاص اتغدينا العصر، قدامي مثلا ايه وقت المغربيه بنتغدى العصر ونقعد شويه. وقت المغربيه بنرتاح شويه، وبعد كده ايه بتقومي تذاكري لاولادك. هو وقت المغربيه ده مثلا وقت رجوع باباهم بعد العشاء او بعدها كمان. خلاص انت حددي على وقت رجوع باباهم بيبقى امتى بالظبط. خلاص احنا بنقعد بقى في الوقت ده، خلاص بابانا راجع من الشغل، طبعا روخر عايز يتغدى، عايز يقعد في جو هادي والدنيا تبقى تمام معاكم. وبعد كده انا بحب دايما الوقت اللي يكون لنفسي ده، ويكون نيمت العيال واكون قعدت اعمل حاجة سخنة واقعد بقى. ده قمة السعادة عندي بجد. انا بحب دايما يعني ايه، زي ما قلت لكم قبل كده، انا بحب الحاجة الحلوة او اسيبها للاخر. وبرضو بحب كده اقعد كده اخر حاجة هو الوقت لنفسي ده. هحط كريم على ايديا طبعا، اخلص المواعين واخلص كل حاجة واشطب المطبخ، واقول لهم قفل المطبخ، حتى كمان بعد ممكن ما اعمل لهم حاجه حلوه واحنا ناكلها والاولاد يناموا والدنيا تهدى، اقعد بقى مع نفسي شويه. على فكره حتى لو انت قعدتي مع نفسك 10 دقايق ولا حتى نص ساعه، بتكون برضو الحكاية على فكرة بتفرق معاكي، بتفرق معاكي ونفسيتك وكل حاجة. انا هنا النهاردة عملته في الروتين، مش عملته مرة واحدة. يعني انا النهاردة احنا في يوم من ايام الشتاء مش همسك مثلا اوضة اشيل السجاد بتاعها واكنسها وسيئة وارجع افرش، لا، شلت السجاد بتاع البيت كله مرة واحدة، ورجعت ايه كنست برضو البيت كله مرة واحدة. وهشيل كده التراب زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، هدخل كل حاجة على المطبخ، وهرجع تاني ايه اسيق برضو كل اوضة مرة واحدة. زي ما قلت لكم قبل كده وذكرت في روتين سابق، التسييق بتاع الشتاء بتكون تلميع بس. يعني الشرشوبه بتاعتك ما بيكونش فيها ميه كتير، تكون معصوره جدا جدا. وحاولي ايه، لان احنا لو في ميه كتير، الحقيقه انا بحب في الصيف ادلق ميه كده بقى واعمل. ممكن كمان اجيب مقشه كده واقعد ادعك. مغرمه في الحاجات دي، هتقولي لي حتى لو البلاط نضيف بحب اقعد ادعك قوي، يعني مش عارفه عندي داء الدعك. اه والله يا بنات، يعني انا بحب في الصيف تقولك لو حتى البلاط نضيف قدامي كده، بحب كده اقعد ادعك كده وادعك في فواصل البلاط وانحي في نفسي كده من ناحيه الدنيا. يمكن جوزي كده لو دخل مره ولقاني كده يقول، هو انت بتحبي المناحيه في نفسك وانت بتعملي في نفسك كده ليه؟ ما الحته حلوه اهي. بس هي مش عارفه بقى، هو ده بقى، ده النظافه ده، ما اقولكوش بقى. لكن في الشتاء بقى لا، امسحي بقى الشرشوبة قوي كده واعصريها جدا، ما يكونش فيها الا ميه قليله خالص. انا الحقيقه استخدمت ال جنرال استخدمته جنرال، غطا من الجنرال كده على ايه، على الميه اللي في الشرشوبه دي على فكره مش كتير خالص، قليله خالص. يعني ايه، دي جريت له نص ميه كده بس. وبعد كده بقى بدات اجيب كده، انا كنست شلت الانتريه كده من ورا كده وكنسته من ورا كويس. لكن لما جيت المع كده بالشرشوبه، قلت لكم كنت بعصرها كويس قوي. دخلت كده الشرشوبه كده وجبت تحت الكراسي بقى وتحت الكنب، وظبطت الدنيا وكل حاجه. وقبل ما اعمل كل ده كنت انا بقى شايله اي حاجه تحت الشلت واعمل اولاد وكده. المكان ده اللي احنا بنقعد عليه تحت الشاشه، جوزينا كان معدي راح يصلي فايه لابس الشبشب وعد عشان الشرف ما يتعكش. المهم، فاي حاجه كده جبتها تحت الشلت اللي بتقع كده من الاولاد جبتها. وايه بقى، وعملت برضو الطرق عندي كده. ودخلت كده جبت اوضه الاطفال، انا كنت عايزه ايه، ما اعملش صوت خالص، لان انا ابني كنت خايفه لا يصحى في الوقت ده. علشان لو صحى الحقيقه كنت هقف بقى عن الشغل اللي بعمله. الشغل ده كله عملته في ساعه واحده، ما خدش مني اي حاجه. حتى ما كنت نفسي اطلع السجاد كده البلكونه يتهوى شويه، لكن انا الحقيقه قلت انا هعمل بسرعه كل حاجه قبل ما ابني يصحى. والغدا كده عمل غدا خلص، كنت انا ايه مخلصه كل اللي ورايا ومخلصه كل تسييق البيت، ما خدش مني اي حاجه. هي لفه في البيت كده بالمقشه مره وبالشرشوبه مره وخلاص. وكنت بقى ايه، ريحه البيت بقت جميله كده وفي هدوء نفسي كده. وفرشت السجاد تاني والدنيا اتظبطت والدنيا بقت تمام. فيلا قومي شوفي وراكي ايه، وقومي شوفي كده نفضي سجادك كده او طلعيه حتى البلكونه لو 10 دقايق، وشيلي الطاقة السلبية وشيلي كل حاجة كده من البيت. وشيلي حتى لو تراب، حتى لو بنسبة قليلة جدا. والله انا كنت مفكرة ان انا مش هطلع حاجة من البيت، وشوفوا طلع معايا قد ايه كده في قلب الكنسة اللي انا كنستها. والله طلع، ما كنتش اتوقع ان كل ده يطلع الحقيقة يعني. لان انا ايه ده في البيت على طول، بس رغم كده اما نيجي ننكت ولا نيجي نشيل اي حاجة بنطلع حاجات فظيعة، نقول انت جاية منين انت جاية منين. بس الاولاد ياما بيعملوا كتير. فرشت السجاد بقى عشان ما اطولش عليكم.
زي ما انتم شايفين كده فرشت السجاد بتاع الحته كلها. وبرده عملت شوفوا انا بصور لكم في الضلمه، دايما ادخل الاوضه دي واصور لكم وفي الضلمه، لان ابني كان نايم. بقول لكم ده المكان اللي بنقعد فيه قدام الشاشه، مش هنعمل بقى جوه البيت ونسيب بره. بره بقى عايز اكتر من جوه. وبعدين رجلين العيال بتشيل كل التراب ده، ودايما تراب السلم بيبقى ناعم قوي 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 قوي، ومهما يتعمل هو يوم واحد وتلاقي اتركم عليه تراب تاني على طول. فانا قلت لابني كده صورني، ودايما بندم اللي هو بيصورني، بيرقص في الكاميرا كتير قوي ومقربها ازاي وعامل ازاي. وانا بيقول يا ماما انا بوريهم هو قد ايه تراب السلم ده بيكون ناعم قوي. فخلصت كده وكنست برضو قدام السلم في الاول، وقلت بقى بالمره بقى احنا معانا ايه ميه وفيها جنرال لازم نستغلها ولا الميه كانت نضيفه زي ما هي. فقمت حطاهم كده بقى كده على جنب، مرضاش انزل التراب ده لانه كان ناعم قوي. وبدات اكنس كده ايه الناحيه التانية كده من السلم زي ما انتم شايفين كده. ابن عمه كان طالع يناديله، قلت له لا استنى يا محمود ما تاخدوش ده بيصورني. قلت بقى ده هيصورني حلو، قام نازل سيقت بقى كده ومسحت كده بقى. برضو حصرت الشرشوبة قوي 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 عشان ما تعملش مية وتضايق اي حد طالع ولا نازل ولا اي حاجة اهو. لان يا بنات لو قعدت كده في السقعة اللي احنا فيها دي مفيش حاجة بتنشف، البلاط ما بينشفش خالص وبفضل مندي كده. فانا هخلص كده السلم ومسيح السلم وتعالوا نشوف هنعمل ايه. برضو هنسيب برضو اكتر من كده، لا رايحين بقى البلكونة بقى. تعالوا ما نروح البلكونة نشوف، كانت مكركبة شوية وفيها شوية حاجات كتير. كل ده انا لفيته 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 على طول، ما خدش مني اي حاجة. زي ما قلت لك بقى انت لو نظمي وقتك ورتبي نفسك ورتبي وقتك. انا كنت طبعا حاطه ايه البطاطين في البلكونه، فاول حاجه انا هعملها هشيل البطاطين بتاعتي وهطبقهم. احنا هنا في الوقت ده كنا اتغدينا وقعدنا شويه، وبعد الغدا عملت البلكونه دي. اولا شلت البطاطين طبقتها وسويت الركن ده كده كان مكركب كده، هو يعتبر لسه مكركب برضه، بس اهم حاجه ان انا ايه كنست وسيقت تحته كده. وقمت ايه رده كل حاجه زي ما كانت، لان مش هيبقى في مكان للانبوبه ولا المكان ده، وبرضه مكان للقفص ده الا المكان ده. فكنست كده التراب الناعم اللي في البلكونه زي ما انتوا هتشوفوا كده، وهرجع كل حاجه في البلكونه كده ايه مكانها، وهشيل التراب ده. اولا انا كان عندي هدوم على الحبل. اول حاجه عملتها ان انا شلت الهدوم، وبعد كده كنست، وبعد كده انا مضطريه كمان ان انا ايه هنشر تاني، عندي هدوم كده في الغساله عايزه انشرها. فشلت الهدوم الاول وبعد كده كنست، خليكم بس معايا. وبعد كده نشرت الهدوم بعد الكنيس، وبعد كده سيقت. علشان كده اما اسيق اخر حاجه واخرج من البلكونه ما عادش رجلي ترجع تاني عليها وعك الدنيا يعني مش هسيق دلوقتي وارجع اقف بقى اقعد انشر واروح جايه رايحه جايه رايحه جايه، فرجلي ايه تعك الحته تاني. لا سيقت نشرت الاول، وبعد كده بقى اخر حاجه اعملها سيق واخرج بقى من البلكونه واسيبها نظيفه وزي الفل. واهم حاجه ان انت ايه تهتمي كده بالقعده مع نفسك، إيه كريم على ايدك علشان المواعين اي حاجه كده، وايه واعمليها كده وفرحي نفسك بيها. انا احسن حاجه بعملها انا بقول لكم على اللي انا بعمله انا شخصيا، بعمل كوبايه حاجه سخنه واقعد كده بالليل. ده قمه السعاده بالنسبه لي ان الاولاد خلاص نامت واقعد بقى. بس انا طبعا ربنا يخلي معايا طفل صغير، فانا بسهر انا وهو بقى. البيت كله بيبقى نايم وانا اللي صاحيه، البيت كله نايم وانا اللي صاحيه. يلا الحمد لله، ربنا يخليلكم يا رب، وربنا يرزق كل مشتاق، اللهم امين يا رب العالمين. اخر حاجه عملتها زي ما قلت لكم اني سيقت البلكونه زي ما انتم شايفين كده اهو. وده اخر حاجه عملتها، وهخرج بقى من البلكونه اه. بس اهو خلصت اهو زي ما انتم شايفين. ما تحرمش منكم حبايب قلبي، يا رب اكون خفيفه على قلبكم. اشوفكم بقى في فيديو جديد وروتين جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.